السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. السعودية تمنع حاملي تأشيرات الزيارة من دخول 4 مطارات بالبلاد لمدة شهر. ده طبعا مفيد جدا لأي حد مسافر السعودية زيارات، يبقى عارف إن هي بتمنعه من بعض المناطق إن هو ينزل عليها بالطيارة. عممت الخطوط الجوية السعودية منشورا على شركات السياحة يفيد بمنع قبول الركاب حاملي تأشيرات الزيارة بكل أنواعها إلى مطارات كل من جدة والمدينة المنورة وينبع والطائف، وذلك استعدادا لموسم الحج بحسب بيان الخطوط السعودية. وقالت الخطوط الجوية السعودية في خطابها الموجه لشركات السياحة أنه سيتم منع قبول حاملي تأشيرات الزيارة خلال الفترة من 9 يونيو الجاري ولمدة شهر حتى 9 يوليو المقبل، يعني من 9/6 ل9/7. وأوضحت الخطوط الجوية السعودية أنه سيجري قبول سفر حاملي تأشيرات الزيارة فقط على الرحلات المتوجهة إلى مطار الرياض وفقا لشروط معينة. إيه هي الشروط دي؟ عدم إصدار أي تذاكر داخلية إلى جدة أو المدينة المنورة أو ينبع أو الطائف، ضرورة وجود تذاكر مؤكدة للذهاب والعودة للراكب، على أن تكون العودة من نفس محطة الوصول، مع العلم أن السلطات السعودية أنشأت بوابات إلكترونية مدخل الحرمين الشريفين تمنع غير الحاصلين على تأشيرة حج من الدخول إلى الحرمين، كما تمنع المواطنين السعوديين والمقيمين خلال فترة الحج من دخول الحرم دون تصريح رسمي. والسلطات السعودية ستضع أيضا نقاط أمنية مشددة على الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة خلال فترة الحج لضمان عدم دخول حاملي أي تأشيرات عدا تأشيرة الحج خلال تلك الفترة. وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت في وقت سابق أن أعداد حجاج الداخل والخارج هذا العام ستبلغ نحو 1,000,000 حاج. ده طبعا أحسن لكل واحد يبقى عارف أنه هيسافر يحجز على إيه بالظبط، وكمان ما يروحش إلا إذا كان معاه تصريح. وإلى اللقاء في فيديو قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.